شاء الله. سام دينيس واكل على الفردة اللي تحت. خليكم معايا. وزي ما بنقول يا جماعة في كل فيديو، احنا طالما بنرمي في غرق قدام منك وبترمي على الحواجز 3 متر 4 متر، ولو في قشاية او في وعراية ارمي في الحروف. السمك ماسك الحروف، جرب الاول الحروف وبعد كده ارمي في الواسعة لو السمكة مش ماسكة، وبعدين بطوح ايدي مش بشوح زي ما بنقوله في كل فيديو بالطريقة دي. بمسك الشعر على ايدي، الرصاص اول ما بتنزل على الارض الشعر بيقف، بقفل المكنه، بمسك على ايدي لغايه ما السمكه بتضربني. اهي ضربتني اهي، ما شاء الله ما شاء الله يا جماعه. ما شاء الله. جوز. ما شاء الله يا جماعه. ادي واحده اهي وادي التانيه تحت اهي. دي يا جماعه كبشه سمك دنيس زي ما احنا شايفين اهو. ان شاء الله استنوا الحصيله كلها اخر الفيديو ان شاء الله. متنسوش اللايكات يا جماعه عشان الفيديو يوصل لاكتر ناس زي ما احنا متعودين ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشتركي القناه ومشاهدي القناه، السلام عليكم ورحمه الله. تحياتي لكل مشاهدي القناه مشتركين ومشاهدين. دايما بنجدد التحيه في كل فيديو للمتابعين الجدد، وبنقول للجميع ان شاء الله ربنا يقدرنا ونقدم لكم محتوى يليق بالناس اللي موجوده في القناه، الناس المحترمه كلها بدون استثناء يعني. بالنسبه للناس المتابعه جديد، احنا بنشوفوا حاجتين في نهايه الفيديو. بتشوف الحصيله كامله بتاعه الرحله كلها، وبعد الحصيله بتشوف مقطع من الفيديو اللي جاي او الفيديو القادم. ان شاء الله المحتوى ينول اعجابكم. ربنا يقدرنا ان شاء الله ونقدم لكم كل كبيره وصغيره في الهوايه اللي انا بعتبرها من احسن الهوايات اللي ممكن تمارسها في حياتك يعني. كل ما يخصها صغير وكبير، كل حاجه صغيره وكبيره هنقولها ان شاء الله. ان ما كناش قلنا بعض الحاجات نحاول نوضح ونوصل للناس ازاي احنا بننمي الهوايه الجميله دي، وبناخدوا بالنا كلنا وبننصح بعض كلنا. وانا اول واحد بستفيد من كل الناس اللي بتعلق لي، وبشكر كل الناس اللي بتتفاعل وبتثبت وجودها دايما في القناه وسند دايما للقناه. يلا بينا بقى كده عشان ما اطولش عليكم نشوف الفيديو النهارده بيقول ايه، وكل تفاصيل الفيديو هنتكلم فيها واحنا شغالين. يلا بينا. في بعض واحدة حية طبعا، زي ما احنا شايفين كده، بروتة حلوة طازة. طبعا طالما هنشتغل بالسبحة يبقى ضروري ان الطعم الاساسي يبقى برغوت. السبحة طبعا سلاح 8 كفتة، 5 اسلحة فوق و2 تحت. طريقة عمل السبحة اللي عايزها يكتب لي في التعليقات، وانا ابعت له الرابط بتاع الفيديو اللي بيشرح السبحة بالتفصيل. يلا بينا كده نرموا بالبرغوثة الحلوة دي ونشوف هنعمل ايه. انا مستهدف البطاطا وان شاء الله خير. يلا بينا نشوف كده هل المية فيها بطاطا فعلا. يلا بينا. وزي ما احنا اتعودنا طبعا طالما هنستهدف البطاطا يبقى هنشتغل بالسبحه. ليه السبحه؟ زي ما قلنا قبل كده ان السبحه بتفرق معاك جدا في الكم. بتلطش في البطاطا كويس قوي. السلاح بتاعها 8 كفته، الطعم برغوث زي ما احنا شايفين كده، 5 اسلحه فوق و2 تحت. تعالوا نقوله كده بسم الله ونرمي اول رميه مع بعض طالما مستهدفين البطاطا، وهنتكلم طبعا عن البطاطا زي ما بنتكلم في كل فيديو. يلا بينا. طبعا السبحه بتفرق معاك في الكم زي ما احنا قلنا. زي ما احنا شايفين الجزء اللي تحت ضارب 2، واحده لطش وواحده قطر، والاحجام طبعا زي ما احنا شايفين احجام معقوله جدا يعني. زي ما احنا شايفين اهو ده الجزء اللي تحت. خليك معايا. خلينا نتفق ان البطاطا ملهاش علاقه بالمواسم. البطاطا ليها علاقه بدرجه حراره الميه.
الكلام ده حقيقي وطبعا وعن تجربة، ومعظم فيديوهاتنا احنا بنقول الكلام ده، بس بنكرر الكلام بالنسبة للناس المتابعة او اول مرة تتابعنا يعني. بنرمي على غرق حوالي 2 متر او 3 متر، من 2 متر ل 3 متر. احيانا هي بتاكل على الارض، احيانا بتاكل بين الميتين، احيانا بتعوم بينها وبين الميه، بيبقى حوالي مثلا متر، يعني بتبقى حتى احنا شايفينها يعني. ده احيانا، بس مش في الميه دي، في الميه دي هي واكله تحت. البطاطا السنه دي حاجه غريبه، يعني حاجه مش طبيعيه، ان السنه دي موجوده معاك في الاربع فصول. يعني في الشتاء كانت موجوده طول السنه، كل ما باجي استهدف اي سمك تاني بلاقيها موجوده في الميه. اراجع درجه حراره الميه، درجه حراره الميه تقريبا السنه دي ما نزلتش عن 18 يا جماعه. يعني دي حاجه ظاهره غريبه جدا، لان بيجي في اوقات في الشتاء لازم درجه حراره الميه زي ما احنا شايفين، درجه حراره الميه بتبقى بارده، يعني بتبقى ساقعه يعني. انما السنه دي حاجه غريبه، درجه حراره الميه ما قلتش عن 18. فما فوق بقى، وانت طالع في الصيف طبعا وفي الربيع بتبتدي تزيد، انما في عز الشتاء كانت 18، وكانت البطاطا موجوده وصورناها في فيديوهات. فالبطاطا ملهاش علاقه باي مواسم، العلاقه اللي بين البطاطا وبين صيدها تبقى نشطه امتى؟ لما بتبقى درجه حراره الميه عاليه. خليك معايا. طبعا احنا بنشتغل بالسبحه على البطاطا، اللي هي ليها 3 اسماء زي ما قلنا قبل كده. احنا اسكندرانيه بنسموها بطاطا، الخليج بيسموها صافي، بعض المحافظات في مصر ما شاء الله ما شاء الله دي لطش. طبعا بيبقى لها احساس، 2 اهم، بيبقى لها احساس في ايدك طبعا اللطش عن الواكله. مع الاستمراريه طبعا بتحس الكلام ده. دي ميزه من مميزات السبحه، ان انت ممكن بتاخد 2 أو 3 زي ما قلنا قبل كده. والسبحه بتفرق معاك دايما في الحصيله، تفرق معاك في الكم جدا، زي ما انت شايف، واحده واكله تحت وواحده واكله فوق. خليك معايا. ممكن السبحه بتغلط معاك، وطبعا زي ما احنا شفنا في فيديوهات على القناه غلطت في جميع انواع السمك اللي ممكن تتخيله، من صرب الشجار لدنيس لمرمار لشراغيش لوقار لقرافس، اسماك كتيره جدا، كحله، ميره. افضل من المشنقه، افضل من المشنقه طبعا في النتيجه، في الحصيله نفسها. الحصيله نفسها هتفرق معاك في الكم جدا. احسن من الجوز، طبعا احسن من الجوز. طيب احسن من الربع، احسن من الربع. جربنا كل ده طبعا، جربنا الجوز وجربنا الربع. بمنتهى الامانه هي السبحه اللي اثبتت وجودها يعني. ككم زي ما احنا بنقول، تشكيل سمك عليك يعني. ممكن انا لسه واخد شرغوش هوريه لكم على الكبشه اللي جايه ان شاء الله، بس ما لحقتش اصوره، واكل تحته على البرغوث ما شاء الله. وزي ما الساده المتابعين عارفين طبعا ان السبحه بتعتمد بنسبه كبيره جدا على اللطش، وشرحنا ليه هي بتنزل تلطش في السمك. لما شرحنا ازاي البطاطا بتعيش في كتل عشوائيه، بتنزل الطعمايه في وسطيهم، بتبتدي انت تلطش ب7 اسلحه اللي موجودين. في النادر جدا لما بتلاقي حاجه واكله يعني، انما معظم بنسبه 90% تقريبا يعني بتبقى لطش زي ما احنا شايفين. دي جايباها من نخاشيش، السلاح اللي فوق الجوز على طول. زي ما احنا شايفين اهو الشرغوش اللي كنت بقول لكم عليه ده، واكل على السبحه تحت على البرغوث. خليك معايا. وزي ما احنا عارفين طبعا البطاطا او السجان او الصافي من الاسماك الشهيه جدا، اللي دايما لو انت بتاكلها دايما بتحس او بتشم ريحه البحر فيها، يعني من الاسماك المميزه في طعمها. وزي ما بقول لك بتشم ريحه البحر فيها. طبعا قيمتها الغذائيه عاليه جدا. تعال نكمل كلامنا كده ونرمي رميه تانية. لو انت بقى من عشاق البطاطا او من عشاق اكل البطاطا، لو هتاكلها باي طريقه
اللي انت بتفضلها، سواء زيت وليمون، سواء صينيه، سواء مشوي، سواء مقلي، زي ما انت عايز تاكلها كلها. بس اهم ما في الموضوع ان انت ما شاء الله تنظف بطنها كويس. يعني دايما بطن البطاطا مش نظيفه. ليه؟ قلنا قبل كده عشان بتاكل خضره كتير، بطنها دايما في اي طريقه انت هتاكلها نظف بطنها، لان البطاطا بطنها مش نظيف. خليك معايا. ان شاء الله موسم خير على الجميع ان شاء الله. البطاطا النهارده عطتنا حصه حلوه، حصه كويسه جدا في بدايه شهر 4 ما شاء الله زي ما احنا شايفين. وهنشوفوا ان شاء الله الحصيله اخر الفيديو ان شاء الله كامله. تشوفوا الحصيله كامله. موسم خير على الجميع ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين، ونعاد عليكم وعلينا الايام بخير يا رب. بشاير شهر 4 وان شاء الله موسم خير، ان شاء الله موسم خير. زي ما احنا شايفين احجام البطاطا الجامبو بقى، اللي بيتقال عليها جامبو بقى، الاحجام الكبيره زي ما احنا شايفين كده، داخله على ربع كيلو مرتاح. واكله على السلاح اللي فوق الجوز على طول، واكله مش طرش. معايا. زي ما احنا شايفين طبعا قطعة الخيش دي اللي كنا دايما بننوه عنها في كل فيديو، دي بتحفظ السمك كويس جدا. من زمان بنستعملها على السمك، بنبلها بمية البحر وبنعصرها كويس وبنخليها مندية كده وبنحطها على السمك بتحفظه. طبعا الباستيلا دي عشان مش كل شوية افتح الايس بوكس اسرب البخار اللي فيه اللي بيتلج لي السمك. طبعا الباستيلا بتوفر لي كتير قوي في ان كل كبشة بعبيها في الايس بوكس. دي كبشة تانية زي ما احنا شايفين في وقت قصير. البطاطا احجامها حلوة زي ما احنا شايفين، شروش، في كحلاية تحت وفي بطاطا مقاسات حلوة تحت، احجام حلوة يعني. دي كبشة واستنى الحصيلة اخر الفيديو ان شاء الله. 3 سمكات في طلعة واحدة زي ما احنا شايفين. 3 سمكات في السبحة. ممكن يزيدوا عن كده وتصوروا فيديوهات 4. ما وصلناش لرقم 5 بس وصلنا لرقم 4 في طلعة واحدة زي ما احنا شايفين اهو. دي الكبيرة، دي متوسطة، دي اصغر من الكبيرة حاجات بسيطة. ادي ال3 اهم زي ما احنا شايفين. دي فايده من فوائد السبحه. طف معاك اي سمك. النهارده دخل علينا مرمار ودخل علينا شراغيش، دخل علينا كحله. هنشوف كل ده في نهايه الفيديو مع الحصيله. خليك معايا. اللهم لك الحمد. دي كانت الحصيله النهارده زي ما احنا شايفين. كبشه بطاطا حلوه واحجام كويسه، في منها وسط وفي منها كبير، مرمار وحايد، شراغيش. كل ده داخل على السبحه بالبرغوث سلاح 8 كفته. الشهر 20 في 20 كله. اتمنى من المولى عز وجل ان الفيديو يكون نال اعجابك. دايما اثبت وجودك بلايك او بتعليق. بشكر كل الناس الداعمين للقناه، ونتقابل قريب ان شاء الله على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله. دنيس اهو يا جماعه ما شاء الله. واكل على الفرده اللي تحت على السلاح 6 كفته. شعر تحت ترميل 20، رصاصه حره فوقيها سلاحين. على البوصه ال 2 متر، وعلى المكنه ال 5000 عليها شعر 35، ونازل الترميل زي ما احنا قلنا شعر 20، وتحت الرصاصة في مدور. يلا بينا نشوفوا اللي جاي ايه.